كينكم تلوجوا على حويجه سهله وبنينه، جبت لكم طرت مالحه بالبصل والدجاج تعمل 66 كيف، ياسر خفيفه وهشوشه ما تشبعوش منها. بديت بتحضير الفرس. في مقله صبيت مغرفتين زيت زيتونه، زدت عليهم بصلتين مقصوصين جوانح جويدين ورش عليهم الملح باش يساعد البصل باش يذبل. من بعد ما ذبل لي البصل نزيدو الدجاج مقصوص بطروف صغار، وباش نفوح بفاح نتاع الدجاج ديما نستعملو يبنن على الاخر، شويه كركم وفلفل اكحل، نخلطهم ونخليهم لين يطيب الدجاج ومن بعد نخليهم على جنب يبردوا. بالنسبه للبات راني خديتها حاضره، البات بريزي. كان تحبوا تحضروها في الدار وحدكم راهي سهله، تو نكتب لكم المقادير نتاعها تحت الفيديو. رشيت عليها الفرينه وباش نحلها بالكدا، ومن بعد باش نطرحها على البلاتو اللي باش ندخلوا للفور، ونرص عليها من الجناب باش تاخذ لي نفس الشكل نتاع الطبق، ونحي الزيد نتاع العجينه ونقبها بالفرشيطه بالكدا، ونجيبوا الفرس اللي حضرناه نتاع الدجاج والبصل ونوزعوها على الطبق بالتساوي. ومن بعد باش نزيدهم الجبن رابي، تحطوا الجبن اللي تحبوا عليه. في صحفه صبيت 4 بيضات باش نزيد عليهم حكه كريم فريش، مغرفه صغيره موتارد، فلفل اكحل ورشه ملح، نخلطهم بالكدا ومن بعد نصبوهم على الدجاج والبصل ونحركوا الطبق بيدينا باش يدخل الخليط في وسط الفارس. واخر شيء زدت جبن ودخلته للفور على 180 درجه لين يطيبوا يا حمار، وصحه وبالشفاء.